في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة، أستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها. الجمعية الوطنية للمعاقين تعمل بجدية للتخفيف من مصاعب الإعاقة. تعليم الكبار في ضاحية أيدامر يحقق نتائج مرضية. تنظيم سباق العدو بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء. اليونان ومقدونيا توقعان اتفاقا على تغيير اسم مقدونيا. 20 مصابا على الأقل في هجوم مسلح جديد بالولايات المتحدة. وكولومبيا تصوت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. قال مدير فرع رعاية أسر الشهداء في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد زرعي تخلأب أن الحكومة منحت 4.3 مليار نقفة خلال 14 عاما مضت لضمان سلامة ورعاية أسر الشهداء. وأوضح السيد زرعي أنه وفق الإعلان القانوني رقم 137 لعام 2003 فإن الحكومة تمنح المساعدات المالية لأسر الشهداء آخذة في الحسبان أوضاعهم المعيشية بشكل دوري 4 مرات في العام في النقاط الدائمة والمؤقتة. إضافة إلى ذلك توجد 1 إلى 5 نقاط دفع دائمة في كل إقليم، أي إجمالي 37 نقطة. وتوضح مستندات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن هذا البرنامج الذي بدأ في شهر يناير من عام 2004 يقدم دعما ماليا يصل إلى 310 ملايين نقفة على مستوى البلاد لأكثر من 85 ألفا من أسر الشهداء. كما تنظم دورات مهنية لزوجات الشهداء وتقدم لهن كافة المستلزمات الأساسية للاعتماد على أنفسهن، والتي أدت بدورها إلى إحراز نتائج مرضية. وقال السيد زرعي أن التعاون والتكاتف هي إحدى القيم الحميدة للشعب الإريتري، منبها إلى أن المبادرات الطوعية المنتظمة التي يتخذها الشعب في الداخل والخارج، إضافة إلى المساعدات الحكومية، نتجت عن دفع 1 مليون نقفة. وفي الختام ناشد السيد زرعي كافة العاملين في الإدارات إلى إجراء دراسات حثيثة والإبلاغ الفوري للجهات المعنية في حال طرأت تغييرات من أجل إيصال المساعدات المقدمة من الحكومة إلى المستحقين وفي الوقت المناسب. افتتح يوم أمس 17 من يونيو الجاري أمام وزارة التعليم في العاصمة أسمرة عرض فني بصور متحركة تحت عنوان من مبمع التاريخ بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء. ويعكس العرض الفني الذي أعده الفنان التشكيلي جابريل ميكائيل نضال الجنود الإريتريين والاحتلال الإيطالي وأنواع التعذيب التي كانت تمارس ضدهم والتضحية التي دفعوها. وذكر الزائرون للعرض بأن نضال الشعب الإريتري هو نضال الأجيال، مشيرين إلى أنهم استوعبوا من خلال مشاهدتهم العرض بأن أساس النضال والبطولات قوي وعميق. سوف يكون العرض مفتوحا حتى 20 من يونيو ذكرى الشهداء للمواطنين. نظم في 17 من يونيو الجاري في العاصمة أسمرة سباق العدو الجماعي لمسافة 10 كيلومترات بتمويل العداء الأولمبي زرساناي تادسي بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء. وفي السباق الوطني الذي شارك فيه الآلاف من المواطنين بداية من نصب شدة التذكاري واختتم في ساحة الفاتح من سبتمبر، فاز بالمركز الأول من فئة الذكور العداء أفورقي برهاني وتله كل من برهاني أمينة وسامئيل تسقاي في المركزين الثاني والثالث، وجميعهم من نادي الإقليم الجنوبي لسباق العدو، فيما فازت بالمركزين الأول والثاني من فئة الإناث قسانة ماريقوس وفانوس ألم من نادي الإقليم الجنوبي، وكان المركز الثالث من نصيب العداء حارينة تادسي من نادي قوات الدفاع. وتسلم الفائزون على المستوى الفردي والفرق الجوائز من يد وزيرة السياحة سيدة أسكالو منقريوس ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة تخلة. وقال العداء الأولمبي زرساناي تادسي في الكلمة التي ألقاها إن الهدف من السباق الذي يموله سنويا هو منح ريع السباق لصالح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم وشعبهم. ذكرت الجمعية الوطنية لمعاقي حرب التحرير بأنها تعمل بجدية للتخفيف من مصاعب الإعاقة ورعاية وتحسين الحياة المعيشية للمعاقين. وقال رئيس الجمعية الأستاذ جابر برهان إياسو لوكالة إيرنا إن الجمعية تمثل كافة المناضلين المعاقين الذين ناضلوا من أجل تحقيق الاستقلال ونيل الحرية، إضافة إلى حماية السيادة الوطنية.
مشيرا إلى أن الدعم الحكومي والشعبي المقدم للمعاقين يهدف بشكل أساسي إلى الإيفاء بمتطلبات ورغبات المعاقين. وتقوم الجمعية بمنح خدمات تقديم الأدوية لكل الأعضاء مجانا، كما تغطي 70% من إجمالي تكاليف العلاج لتخفيف مصاعب إعاقتهم، وتقدم لهم مختلف الدعم العيني كالنظارات الطبية والعكازات والمقاعد المتحركة وغيرها من أشكال الدعم المختلفة. كما ذكر الأستاذ جبر برهان بأن الجمعية تقوم بتقديم القروض وتنظم الدورات المختلفة لضمان مصدر الدخل الاقتصادي لمعاقي الحرب وتحسين حياتهم المعيشية، مشيرا إلى أنه في هذا العام قامت الجمعية بتقديم مبلغ 7 ملايين نقفة كقروض ل 487 عضوا في كافة الأقاليم، منها في الإقليم الجنوبي ل 33 عضوا على شكل مناحل لتربية النحل، وتنظيم دورة ل50 عضوا في تربية النحل. وأوضح الأستاذ جابر برهان فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الجمعية وأعضائها كالبنى التحتية والنظرة الخاطئة لبعض الجهات عن المعاقين، إضافة إلى ظاهرة تأخر إعادة القروض التي منحت للمعاقين في أوانها، مشيرا للدعم الذي تقدمه فروع الجمعية في الخارج من أجل تخفيف مصاعب الإعاقة وإنجاح برنامج التسريح. وفي الختام أوضح رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي حرب التحرير البرامج المستقبلية للجمعية، والتي تمثلت في إجراء دراسات موسعة ومعمقة لتحسين الإمكانيات الاقتصادية للجمعية، بالإضافة إلى الاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية في المستقبل القريب لمساعدة المعاقين الذين أعيقوا من أجل الشعب والوطن، موصيا كافة المواطنين على تحمل المسؤولية التي لا تترك للجمعية والحكومة فحسب. يذكر بأن الجمعية الوطنية لمعاقي حرب التحرير تأسست في العام 1993. أعزائي المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا اتفاقا يوم الأحد على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. ويأتي الاتفاق التاريخي في أعقاب محادثات غير حاسمة استمرت لعقود ووترت العلاقات بين البلدين، وعطلت انضمام الدولة الواقعة في منطقة البلقان للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي. ويتعين موافقة برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء عليه في مقدونيا. وقال أليكسيس تيسبراس رئيس وزراء اليونان أثناء مراسم التوقيع في حضور نظيره المقدوني زوران زايف: وسط تصفيق الحضور علينا مسؤولية تاريخية ألا يظل هذا الاتفاق معلقا، وأنا على ثقة من أننا سنتمكن من ذلك. وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة بورتو ثيما ونشر يوم السبت أن نحو 70% من اليونانيين يعارضون التنازلات المقدمة في هذا الاتفاق. وبموجب الاتفاق ستتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقال زيف: يتعين على بلدينا التحول عن الماضي والتطلع للمستقبل، وتحلينا بشجاعة كافية لاتخاذ هذه الخطوة. واليونان على خلاف مع مقدونيا منذ عام 1991 بسبب اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وتقول إن الاسم قد يتضمن مطالبة بأراضٍ في إقليم مقدونيا اليوناني وسلب ثقافة وحضارة اليونان. انتخب المرشح اليميني إيفان دوكي رئيسا لكولومبيا مساء يوم الأحد، متفوقا على منافسه اليساري غوستافو بيترو في فوز يهدئ المخاوف من أن النموذج الاقتصادي للبلاد سيتغير، لكنه يثير احتمال تغيير معاهدة سلام أبرمت مع متمردين ماركسيين. وبعد فرز الأصوات في 97% من الدوائر الانتخابية، حصل دوكي على 54% من الأصوات، بينما نال بيترو 42% من الأصوات. وتعهد بتوحيد البلاد بعد حملة مثيرة للانقسام، لكنه أصر على أنه سيغير اتفاق السلام التاريخي المبرم مع متمردين يساريين. وشكر دوكي الناخبين على منحه أكبر فوز انتخابي في تاريخ كولومبيا بناء على عدد الأصوات التي حصل عليها، ودعا الشعب للتوحد خلفه بعد حملة اتسمت بالاستقطاب وقبل منافسه بيترو نتيجة الانتخابات. وقال أمام أنصار له في بوغوتا: نقبل فوز دوكي، إنه رئيس جمهورية كولومبيا اليوم، أصبحنا المعارضة للحكومة. وهنا رودريغوز لوندونو زعيم حركة فارك الذي يشتهر باسم تيموشينكو دوكي على تويتر داعيا للمصالحة وقائلا إنه يحترم قرار الشعب. وهذه أول انتخابات منذ إبرام اتفاق السلام مع فارك عام 2016، والذي أنهى صراعا امتد 5 عقود وأودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرد الملايين.
تعرض دار كريستيز للمزادات لوحة لبابلو بيكاسو وأخرى لكلود مونيه للبيع في مزادات في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع في ليلة لعرض الأعمال الفنية الانطباعية والحديثة. واللوحة المعروضة لمونيه هي ضمن سلسلة من 12 لوحة رسمها الفنان عام 1877 تصور محطة للقطارات في باريس، وتقدر قيمتها بما يتراوح ما بين 22 و 28 مليون جنيه استرليني وفقا لدار المزادات. وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات الفن الانطباعي والحديث في كريستيز الذي تقام في 20 من يونيو حزيران إنها لوحة نادرة جدا وواحدة من سلسلة مؤلفة من 12 لوحة فقط، وهو ما يجعلها هدفا لمحبي الأعمال الفنية على الأرجح. هي أفضل لوحة لمونيه تعرض في لندن منذ أكثر من 20 عاما. كما تعرض الدار للبيع لوحة لامرأة جالسة على كرسي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1942 وتصور ملهمته المصورة دورة مارا. ومن المتوقع أن تباع اللوحة مقابل ما يتراوح ما بين 18 و 25 مليون جنيه استرليني. وقال جيل بيكاسو هو الفنان الذي يبحث الكثير من كبار عملائنا حاليا عن أعماله. هدف التقدم الرائع لفيليب كوتينيو وتفريط التعادل 1-1 يوم الأحد. بهذا أعزائي المشاهدين قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة من الفضائية الإريترية. أشكركم على حسن المتابعة. دمتم بخير، في أمان الله.